السادة المشاهدين بأن نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة طيلة مدة البرنامج أو على حساب شبكة سلام الفضائية في منصات التواصل الاجتماعي، فمرحبا بكم. نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أعزائي المشاهدين، كان قد وصل بنا المسير في الحلقات السابقة في تفسير سور جزء عامة، وها نحن تحط رحالنا على تفسير سورة الكافرون. وبادئ بدء نبدأ بقراءة هذه السورة المكية الشريفة، ومن ثم نأخذ بعض الأحكام فيها والدروس والعبر في حياتنا اليومية. فلنبدأ على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه السورة المكية من سبب نزولها وسبب نزولها ما حكاه ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن رهط من قريش أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبي بن خلف والأسود ابن المطلب وجماعة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا، عرضوا عرضا، قالوا: يا محمد، اختر من النساء ما تشاء زوجناك، ولكن لا تسب آلهتنا ولا تذكرها بسوء، ولك السمع والطاعة بأن تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه الوحي مباشرة بأن: قل يا محمد يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد آلهتكم وأصنامكم المزعومة، ولا أنتم تعبدون إله الحق ما أنا أدين به إلى رب السماوات والأرض وهو الإله الحق سبحانه وتعالى، ولا أنا أدين لآلهتكم المزعومة، ولا أنتم تدينون لإله الحق سبحانه وتعالى، لكم دينكم
ولي دين. ولنا في هذه السورة بعض الوقفات. من الوقفات بأن كل ما كان يدعو إلى التوحيد والبراءة من الشرك يأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه بأن قل يا أيها الكافرون، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا إلى كلمة سواء، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه بكلمة قل في كل ما يتعلق بالتوحيد والإخلاص لربنا سبحانه وتعالى الكريم والبراءة من الشرك وأهله بقل يا محمد. وفي هذا كذلك بأن المؤمن يصدح بالحق، قل يا محمد، تكلم، افعل، قل يا محمد وأخبر، قل يا أيها الكافرون. كذلك من الدروس بأن الحق متمايز والباطل متمايز، وبأن الحق واضح وبأن الباطل واضح، لا لبس فيهما كليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه وحيه الكريم قال قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون، أي أن عبادتهم غير عبادتنا، ونحن المسلمون لنا دين، لنا عبادة، لنا أخلاق، لنا قيم، لنا مثل معروفة للإنسان الذي يحمل الفطرة السليمة. وأما غيرهم من الكافرين وأما الغير من الكافرين والمشركين فعبادتهم معروفة ومرئية أمام المؤمن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، لأن الحق واضح لا لبس فيه، لأن الحق واضح والرب واحد سبحانه وتعالى، والشريعة ناسخة لكل الأديان. الإسلام هو الدين الناسخ لكل الأديان، ونبيكم صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وبين كل شيء. وكتابكم أعني كتاب الله سبحانه وتعالى أشرف الكتب وناسخ الكتب السماوية، كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون؟ الحق واضح، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قل يا أيها الكافرون، ولم يقل المشركون لأن الكفر أعم من الشرك، قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وأجل ما يتنازل به المرء عن دينه هي عبادته، تصريف عبادته، هل كانت لله سبحانه وتعالى أم كانت لغيره؟ ولما علم المشركون بأن أجل أمر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو تصريف العبادة، قالوا له قل لا أعبد ما تعبدون، أعبد آلهتنا يا محمد، أعبد اللات والعزى كما في الحديث والروايات، أعبد اللات والعزى سنة ونعبد آلهتك سنة. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساومة الغير عادلة والغير مرضية لله سبحانه وتعالى. لا أعبد ما تعبدون. والعبادة أعزائي المشاهدين هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة قيامك للصلاة عبادة، تعظيمك لله سبحانه وتعالى ولنبيه ولأوليائه ولشعائره ولمقدساته في نفسك وفي قلبك عبادة، دفاعك عن الحق وعن أهل الحق
وعن الخير وعن أهل الخير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، موالاتك للمؤمنين عبادة، معاداتك للكافرين والمنافقين وأشباههم عبادة، كل ذلك عبادة. وأجل العبادات هي التعظيم لله سبحانه وتعالى، أجل العبادات. قالوا يا محمد اعبد آلهتنا، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام: لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم. الاعتراف، مجرد الاعتراف للحق للغير فيما يخص العبودية هو تنازل، حتى لو لم تقم به فعلا وقولا بذاتك، حتى لو لم تقم به بفعلك قولا وفعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى أمره بأن يختصر المسافات وأن لا يساوم على دينه. وكما ورد وإن كان في البيان مقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادوا في مكة وأتوا وشكوه إلى أبو طالب إلى عمه وإلى جده، فقال مقولته المشهورة وإن كان فيها مقال وضعف: لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي على أن أنزع هذا الدين أو على أن أتركه ما تركته طرفة عين. هذا الدين الكريم، الدين السمح الذي قال عنه هرقل: والله لو كان هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لما أتاه وفد من الصحابة قالوا: لو كان عندنا لغسلنا مرقة رجله ولو وضعناه على رؤوسنا، على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدين الذي أسلم ذرفت عيناه وهو ملك الحبشة حين ذاك لعظم هذا الدين، وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لنا أن نتنازل ونحن بصحبته عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الدين العظيم الذي لا مساومة فيه. ولنأخذ نهج الأنبياء في المساومة مع الطغاة وأهل الباطل. كيف كان هديهم صلى الله عليه وسلم؟ لو أخذنا النبي إبراهيم عليه السلام وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كل الأنبياء لا يساومون على دينهم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى وامتن الله به عليهم في أن يبلغوا خلقه من الناس، أن يبلغوا دينهم بكل صدق وحق وقوة وإقبال، ولا يرضون أن يساوموا في دينهم مثقال ذرة، بل ذهبت أموالهم ومهجهم وأرواحهم. خذ مثالا نوح عليه السلام، لما كتب الله له أن يخرج من قريته وأن يركب البحر وأن يأخذ من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، ما كان صنيعه إلا أن استقام كما أمر وصعد السفينة وركب البحر وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه: ربي إن ابني من أهلي
وإن وعدك الحق وأنت خير الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. لا مساومة أعزائي المشاهدين فيما نملكه في الدين، وفيما نملكه من الإيمان، وفيما نملك من القيم، وفيما نملك من المبادئ، وفيما نملك من الأوامر من الله سبحانه وتعالى. الأنبياء لا يساومون في دينهم مثقال ذرة، ولو أن تذهب أرواحهم شذرا في أن يبلغ هذا الدين ما بلغت السماء والأرض. هذا هو الدين. ونبيكم عليه الصلاة والسلام بعث في تمام 40 صلى الله عليه وسلم، ودعا قومه 13 سنة، وأوذي عليه الصلاة والسلام. أوذي في أول محاولة اغتياله عليه الصلاة والسلام في مكة، لما اجتمع عليه سادات قريش في أن يقتلوه، وأن يأخذوا من كل قبيلة فارس، وأن يضربوه بضربة واحدة وهو في سريره. فأوحى الله سبحانه وتعالى أن أخرج من بيتك، فوضع علي بن أبي طالب مكانه. فلما أتوا القوم وجدوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولحق النبي صلى الله عليه وسلم معه الصديق رضي الله تعالى عنه في أن يلحقوهم وأن يأخذوا أثرهم، وعلى كل رأس منهما 100 ناقة. والناقة في ذلك العصر، بل في هذا العصر، من أنفس الغنائم ومن أنفس الأموال. ولحق النبي عليه الصلاة والسلام من أطفال الطائف وهم يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حين ذاك، وكان عمره في الخمسينات صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ودخل مكة، خرج من الطائف ودخل مكة صلى الله عليه وسلم، ومن ثم خرج إلى المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. قاتل النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وفي أحد، كسرت رباعيته وثج رأسه، ودخل المغفر في وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وحمل على ظهور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خوفا من أن يأخذه المشركون. بل ورمي النبي عليه الصلاة والسلام بسهام متفاوتة وعدة، فكان يصده رهط من الأنصار وامرأة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لخاله: كل من مثل خالي ليريني كل خاله، يعني سعد بن أبي وقاص، ارمي فداك أبي وأمي. كان يقول صلى الله عليه وسلم وهو في كبر سنه عليه الصلاة والسلام. دعا في المدينة 10 سنين صلى الله عليه وسلم، بين غزوة وبين سرية وبين خوف وبين أمن في الأحزاب صلى الله عليه وسلم. هذا دعوة عليه الصلاة والسلام، ما كان يثنيه ولا ينسيه أن هذا الدين الذي يحمله هو الدين الحق. وبلغ الرسالة بعد ذلك لأصحابه الفضلاء، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وساروا على نهجه صلى الله عليه وسلم. فها هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في حرب المرتدين، وها هو عمر الفاروق في عهده رضي الله تعالى عنه، آوى المساكين ونصر المظلومين. وهكذا كانت حالهم رضوان الله تعالى عليهم في التبليغ لهذا الدين، ولا تأخذهم في الله لومة لائم في أن يحافظوا هذا الدين. ولولاهم بعد فضل الله سبحانه وتعالى، ولولاهم ما بلغ هذا الدين إلينا مبلغه، ولا وصل إلينا إلا لما ضحوا من أجله من تلك التضحيات وعدم المساومات فيما يملكونه من دين عظيم
ومن رب عظيم سبحانه وتعالى هو الدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. هذا هو الدين أعزائي المشاهدين الذي لا بد أن نحميه، لأن الإنسان فارغا إن كان فارغا من الدين ومن القيم التي فرضها الله سبحانه وتعالى يصبح ميت. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. إن إذا كان الإنسان في يوم لا يذكر الله سبحانه وتعالى أشبه بالميت الذي لا روح فيه. هذا هو الدين العظيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحيا عليه، وحثنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن نموت عليه. هذا هو الدين، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما كان المؤمن يسمع صوت المؤذن يصدح بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نقول وأن نردد مثل ما يقول المؤذن، ثم نقول بعد ذلك دعاء الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة، وفي نهاية الدعاء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كما حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء أن نقول ونردد: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وسورة الكافرين فضلها تعدل ربع القرآن، والإخلاص تعدل ثلث القرآن. ونبيكم صلى الله عليه وسلم سمع أحدا يقرأ بقل يا أيها الكافرون قال: أما هذا فإنه عبد قد آمن بربه. وأما من قرأ سورة الإخلاص قال: أما هذا فعبد غفر له، وفي رواية: حبك إياها أدخلك الجنة، على كثرة قراءته لقل هو الله أحد. وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نقرأ سورة قل يا أيها الكافرون قبل أن ننام. وحثنا صلى الله عليه وسلم بأن نقرأ هذه السورة المكية الشريفة 3 مرات من بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة المغرب، إيذانا منا بأن مؤمنون خالصون غير مشركين مع الله سبحانه وتعالى أحدا. قل يا أيها الكافرون هي سورة التوحيد وسورة البراءة من الشرك وأهله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قال ربنا سبحانه وتعالى أنزل: ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكن من الشاكرين. حري بالمؤمن أن يخلص العبادة لله عز وجل. كذلك من العبر ومن التطبيقات في حياتنا بأن نخلص النية لله سبحانه وتعالى في كل عمل لله سبحانه وتعالى، وألا يكون للشرك وللرياء وللسمعة سبيلا إلى قلوبنا وإلى أعمالنا، لأن هذه الأعمال هي لله سبحانه وتعالى ملك له وحده، ملك لله وحده سبحانه وتعالى. قال ربنا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من هذا الحديث سمى الله سبحانه وتعالى أن الذي يعمل عملا صالحا ويشرك في نيته نية أخرى غير الله سبحانه وتعالى بأنها هذا العمل أصبح
شركا، ونعني بهذا الرياء، ونعني بهذا الرياء، وهو الشرك الأصغر. الرياء أعزائي المشاهدين وهو أن يعمل الإنسان عملا صالحا فيما يبدو، لكن نيته لأجل فلان ولكسب فلان ولرضا فلان، وليقول الناس عني بأني عملت ذلك لله سبحانه وتعالى. نذكركم حديث ثوبان، الحديث الذي ورد في الرياء من أعظم الأحاديث التي في هذا الباب. يأتي يوم القيامة، يأتي قارئ القرآن يقال له أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، أولهم قارئ القرآن أو تالي القرآن، فبه يبدأون، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول قارئ القرآن: يا رب قرأته فيك، أي قرأت القرآن فيك يا رب. قال: كذبت، بل قرأت ليقال لك قارئ. ومن ثم يأتي بالكريم الذي ينفق ماله في سبيل الله فيما يبدو للناس، فيقول: يا رب أنفقته فيك. قال: كذبت، أنفقت ليقال لك كريم. ثم يأتي أخيرا المقاتل في سبيل الله الذي وهب روحه لله سبحانه وتعالى فيما يبدو للناس، فيقال له: يا رب قتلت فيك. قال: كذبت، قتلت ليقال لك جريء، أي متهور أو مقدام وشجاع. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم اجعلنا من أهل الحق. اللهم أحينا على الحق وأمتنا عليه. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. هي أهم المواضيع التي نخوض فيها نحن الشباب ولا نكف الحديث عنها. أو ما هي الأمور الدارجة التي أصبحت تسيطر على جل اهتماماتنا وآرائنا؟ وماذا ينتظرنا في المستقبل وكيف نعد له؟ لنؤكد على أهمية هذه الفئة العمرية، ولنكذب من قال إن الشباب رداء اللهو واللعب. يدور برنامجنا الشبابي حول سلسلة من المواضيع التي تهم الشباب على نحو خاص وتتناول قضاياهم الدارجة، ونحاول الاقتراب إلى كل ما يجول في خواطرهم ويشغل تفكيرهم وطرح الحلول والآراء الممكنة، والخوض في العالم الرقمي والرياضي والثقافي وكل ممتع مفيد. ترقبونا في حلقة أسبوعية على شاشة قناة سلام الفضائية. أنس وصحاب في ساعة شباب. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام.
ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عدنا لكم العود أحمدي. كنا قد وصلنا فيما يخص أحكام التجويد، كنا قد أتممنا أحكام التجويد، نعني أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة والتنوين، وأحكام اللامات السواكن في القرآن، وأحكام النون والميم المشددتين، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بحكم أحكام التجويد. وكنا قد وصلنا في تطبيقات هذه الأحكام على السور، وكنا قد وصلنا في سورة الأسبوع الماضي والحلقة الماضية كنا قد وصلنا في سورة الصف، وها نحن في هذه الحلقة المباركة نستفتح بإذن الله عز وجل سورة الممتحنة أو الممتحنة في قراءتنا لها وتطبيق وتنزيل بعض أحكام التجويد التي قد تم أخذها في الحلقات السابقة، ومن ثم سنستمع إلى تلاواتكم المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا
حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. سورة الممتحنة أعزائي المشاهدين سنأخذ فيها بعض أحكام التجويد التي قد تم أخذها في الحلقات السابقة ونأخذ بدء في الآية الأولى. قال ربنا سبحانه وتعالى من الأحكام التي في هذه الآية قوله سبحانه وتعالى وعدوكم أولياء. تلاحظ أعزائي المشاهدين في كلمة وعدوكم الميم في كلمة وعدوكم هي ميم ساكنة أتى بعدها حرف الهمزة والهمزة من حروف الإظهار نظهرها وعدوكم أولياء. وقوله سبحانه وتعالى إليهم بالمودة الميم ساكنة في كلمة إليهم أتى بعد حرف الباء والباء من حروف الإخفاء إليهم بالمودة. وقوله سبحانه وتعالى جاءكم من الحق بما جاءكم من الحق الميم في كلمة جاءكم ميم ساكنة أتى بعد حرف الميم والميم من حروف الإضغام تقرأ هكذا بما جاءكم من الحق. وقوله سبحانه وتعالى وإياكم أن تؤمنوا وإياكم الميم في كلمة وإياكم ميم ساكنة أتى بعد حرف الهمزة والهمزة من حروف الإظهار تقرأ وإياكم أن تؤمنوا. وقول سبحانه وتعالى ربكم إن كنتم الميم ساكنة في كلمة ربكم أتى بعد حرف الهمزة والهمزة من حروف الإظهار. وقوله عز وجل إن كنتم كلمة إن النون ساكنة
أتى بعدها حرف الكاف، والكاف من حروف الإخفاء. كيف تقرأ؟ إن كنت إن وكنتم فيها نون ساكنة، النون في كنتم نون ساكنة أتى بعدها حرف التاء، والتاء من حروف الإخفاء. كيف تقرأ؟ كنتم كنتم. وقوله سبحانه وتعالى كنتم، الميم في كلمة كنتم ميم ساكنة أتى بعدها حرف الخاء، والخاء من حروف الإظهار، من حروف الإظهار. تقرأ كنتم خرجتم كنتم خرجتم. وقوله عز وجل خرجتم ميم ساكنة أتى بعدها حرف الجيم، والجيم من حروف الإظهار. كنتم خرجتم هي ميم ساكنة أتى بعدها حرف الجيم، والجيم من حروف الإظهار. كنتم خرجتم جهادا. قوله سبحانه وتعالى جهادا في سبيل، جهادا تنوين أتى بعده حرف الفاء، والفاء من حروف الإخفاء. كيف تقرأ؟ جهادا في سبيلي جهادا في سبيلي. وقوله سبحانه وتعالى تسرون إليهم بالمودة، إليهم بالمودة، الميم هنا ساكنة أتى بعدها حرف الباء، والباء من حروف الإخفاء. كيف تقرأ؟ تقرأ إليهم بالمودة. وقوله سبحانه وتعالى أخفيتم وما، أخفيتم وما. أخفيتم الميم ساكنة، الميم الساكنة في كلمة أخفيتم في آخر الكلمة ميم ساكنة أتى بعدها حرف الواو، والواو من حروف الإظهار. وقوله عز وجل أعلنتم، النون في أعلنتم نون ساكنة أتى بعدها حرف التاء، والتاء من حروف الإخفاء. كيف تقرأ؟ وما أعلنتم أعلنتم. وقوله سبحانه وتعالى ومن يفعله، ومن يفعله، ومن يفعله. النون في كلمة ومن هي نون ساكنة أتى بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإضغام بغنة، تغن بمقدار حركتين أعزائي المشاهدين، فتقرأ هكذا ومن يفعله ومن يفعله. قوله سبحانه وتعالى منكم، النون في منكم نون ساكنة أتى بعد حرف الكاف، والكاف من حروف الإخفاء، والكاف من حروف الإخفاء. كيف تقرأ؟ منكم منكم. وقوله سبحانه وتعالى تقرأ هكذا ومن يفعله منكم، إن أردنا أن نطبق الحكم التجويدي. وقوله سبحانه وتعالى في الآية الثانية إن يثقفوكم إن يثقفوكم. النون في كلمة إن هي نون ساكنة أتى بعد حرف الياء، والياء من حروف الإضغام بغنة، يغن بمقدار حركتين. كيف تقرأ؟ إن يثقفوكم إن يثقفوكم. وقول سبحانه وتعالى يثقفوكم يكون، الميم في كلمة يثقفوكم هي ميم ساكنة أتى بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإظهار، تظهر كما هي يثقفوكم يكونوا يثقفوكم يكونوا. وكلمة لكم أعداء لكم أعداء هي ميم ساكنة أتى بعدها حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار، تظهر كما هي لكم أعداء. وكلمة أعداء أعداء ويبسطوا، أعداء في نهاية كلمة أعداء تنوين أتى تنوين بالفتح أتى بعده حرف الواو، والواو من حروف الإضغام بغنة، يغن بمقدار حركتين. كيف تقرأ؟ أعداء ويبسطوا أعداء ويبسطوا. وقول سبحانه وتعالى إليكم أيديهم وأيديهم وألسنتهم ميم ساكنة أتى بعدها حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. وكذلك أيديهم وألسنتهم ميم ساكنة أتى بعدها حرف الواو، والواو من حروف الإظهار. وقوله عز وجل وألسنتهم بالسوء ألسنتهم بالسوء ميم ساكنة أتى بعدها حرف الواو حرف الباء، والباء من حروف الإخفاء.
وودوا لو تكفرون. ولنأخذ بعض من مشاركاتكم المباركة ونعلق عليها. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. أحسنت وبارك الله فيك ونفع الله بك وجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يحتاج تنبيه إلى إشباع الغنة في الميم المشددة. منهم أمة مقتصدة، الميم مشددة تغن بمقدار حركتين ونفع الله بك في الدارين. ولنأخذ مشاركة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. أحسنت وبارك الله فيك ونفع الله بك.
وكتب الله أجرك، يحتاج أن تسكن تسكين تام لكلمة ضرب الله، أن يضرب مثلا ما بعوضة. بارك الله فيك ونفع الله بك. نذكر أعزائي المشاهدين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه، وفي رواية وهو عليه شاق، فله أجران. جعل الله إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إلى لقاء قادم، أدعكم في حفظ الله ورعايته وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.